بسكوت الزبدة الفاخر ببيضتين اتنين بس، هنعمل مع بعض احلى بسكوت بجد، احلى من الجاهز بألف مرة. مقادير مظبوطة جدا، هيطلع معاكي النقشة ثابتة زي ما انتوا شايفين، واللون الذهبي بتاعه زي ما انتوا شايفين عامل ازاي. التسوية بتاعته مظبوطة ومقاديره سهلة جدا وبسيط. بصوا البسكوتة هشة وخفيفة جدا، وكمان لما تيجي تحطيها في الشاي او الشاي بلبن بتدوب معاك كده على طول. هوريكي كمان البسكوته ازاي كده هوت شاربه كده هوت الشاي كده ودايبه كده وخفيفه زي ما انتم شايفين. بتمنى الفيديو دوت يعجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بقى كده على طول نبدا، بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه كده معايا ربع كيلو من الزبده كده تكون بدرجه حراره المطبخ، ولو انت حابه تستبدلي الزبده بسمنه ممكن عادي، بس احنا النهارده هنعمله بزبده. وهنحط كمان معاه كوبايه من السكر، حوالي كده هوت 150 جرام من السكر. تقدري السكر تتحكمي فيه، يعني من 150 جرام ل 175 جرام 170 جرام، حسب ما انت حابه يكون السكر، يعني ايه البسكوته محلوه معاكي ولا لا. حطيتهم كده مع بعض في العجان، او ممكن من المضرب السلك عادي او المضرب الكهربائي اللي انت ايه المتاح عندك، يعني مش لازم عجان وتقولي ما عنديش عجان يبقى مش هينفع ايه اعمل الوصفه. طبعا لو هنشتغل في العجان يبقى لازم كده هوت ايه ما بين كده هوت مره والتانية ان احنا نوقف العجان ونقلب كده عشان بيبقى فيه سكر متراكم تحت. وكمان الزبده ساعات بتبقى ايه في حاجه كده مركونه، فعشان يبقى كله كده خليط واحد إيه هنقلبه كده هوت مره او اتنين. معايا بقى كده 50 جرام من الزيت اللي هو ربع كوبايه. إيه يعني ايه ممكن توزنوه بالميزان او تحطي ربع كوبايه كده هوت بس. تمام. بعد كده بقى الخليط ما بقى كريمي كده معايا زي ما انتم شايفين، هبدا انزل بالبيض. معايا بيضتين بدرجه حراره المطبخ، ما يكونوش خارجين من التلاجة ولا حاجه. هنزل ببيضه بيضه كده اهوت لحد ما تختفى. انزل بالبيضه اللي بعديها. بما اننا استخدمنا بيض هنحط فانيليا عشان خاطر الزفاره وعشان برضو تدي ريحه حلوه للبسكوت. اول ما البيضه كده الاولى تختفى هننزل بالبيضه التانية. وبرضو بعد ما بتحطي البيض بتوقفيه مره كده وبتقلبي وترجعي تشغلي تاني، عشان خاطر برضو ساعات بيبقى فيه بيض كده ايه طاير كده على الجوانب. بصوا بقى الخليط عامل ازاي، عامل شبه الكريمه كده اهوت. كده خلاص يبقى الخليط معانا كده جاهز. فاضل بقى المواد الجافه. معايا كده 500 جرام من الدقيق او نص كيلو من الدقيق. هنزل عليهم بربع معلقه كده صغيره من البيكنج باودر، مش هكتر اكتر من كده اهوت. وهحط عليهم معلقه من الكاستر او النشا، المتاح عندك استخدميه الكاستر او النشا. بصراحه كده بيديله كده هشاشه، وبيديله كده ايه يعني نعومه في نفس الوقت. هنزل بقى عليهم كمان برشه ملح، وهقلب ده كله كده مع بعضه. وبعد كده هنزل بيهم على الخليط اللي في العجان، بس هنخلهم الاول كده مع بعض. انا بحب انخل اي مواد يعني سايله، او اي حاجه بجيبها سايبه كده من عند العطار. هقلبهم بقى كده اهوت الاول مع بعض، وبعد كده اشغل عليهم العجينه اللي هم ياخدوا لفتين بس كده. مش عايزين نعجن كتير فيهم عشان البسكوت ما يعضمش مننا. يا دوبك ايه لفه والتانية كده اهوت. واتاكد بس الدقيق اختفى وخلاص هوقف على كده. ممكن برضو في الوقت دوت يعني تشتغلي بايدك او بالمعلقه السيليكون، ممكن تستغني عن العجان في الوقت ده. بس انا قلت بصراحه هو يعني ايه، بما اننا بقى استخدمناه اكمل معاه للاخر. هنزل بقى خلاص كده العجينه كده من المضرب. وبعد كده بقى هلم الباقي كده ايه بالمعلقه، افضل اقلب فيه كده لان لسه فيه دقيق وفي حاجات كده مش متقلبه كويس. هقلبهم كده كويس مع بعض. وبعد كده هنبدا نشتغل فيه. بصوا بقى الخليط معايا، تحسي اللي هو طبعا عجينه ما ينفعش تمسكيها ان هي بتلزق جدا، بس هي دي القوام المثالي للبسكوت اللي بيتعمل بالكيس او بسكوت الزبده. بعد بقى ما لميته كده كويس، رحت منزلاه بقى في الطبق اللي كان فيه الدقيق كده عشان نشتغل بيهم على طول. ده كده الخليط بتاعنا. معايا بقى كيس كده الكيس انا كنت جايباه من عند مستلزمات الحلواني. والنهارده هشتغل كده انا مش لاقيه لها رقم، كنت عايزه اوريكم الرقم ما لقيتش. البلبله دي مخصوصه بتاعت بسكوت. في طبعا بيبقى اعرض من كده، بس دي عندي بصراحه بقى لها فتره، يعني بقى لها كذا سنه. وبتفضل معاكي يعني ايه على طول، ما بتبقاش غاليه يعني. هبدأ كده اقطع كده بوز الكيس، يعني الكيس اللي هو الحلواني ده. هقطع منه حتة كده عشان خاطر ايه اخرج منها البلبل. ومليت بقى الكيس كده بالعجينة زي ما انتم شايفين، يعني ما بملوش قوي. وزي ما انتم شايفين العجينة بتخرج كده منه بكل سهولة. اللي معايا الصاج بقى كده او الصينية مش مدهونة اي مادة دهنية. زي ما انتم شايفين كده بمسك بقى كده ايه الكيس من تحت، مش بمسكه بقى من العجينة من فوق، عشان خاطر إيه يبقى سهل معايا واتحكم فيه بكل سهولة. بضغط كده على العجينة بايدي.
وبسحب ايدي لورا كده بتطلع معايا بقى البسكوته بالشكل ده. طبعا الطول اللي انت عايزاه بتقفي عنه، هي بتتقطع بكل سهوله، مجرد ما بتوقفي ايدك خلاص البسكوته يعني بتتقطع كده معاكي على طول. سهل جدا في التشكيل بتاعه، ما بياخدش اي وقت بجد والله. يعني في الوقت ده كمان انا مشغله الفرن، اول ما بخلص اول صاج بدخله على طول على درجه حراره متوسطه او هاديه. يعني انا بدخله على 160 عشان خاطر يستوي معانا من بره ومن جوه، ياخد معانا اللون الذهبي زي ما شفتوه كده معايا في اول الفيديو، وفي نفس الوقت كده يبقى مقرمش. هعمل بقى كده صاج كمان معاكم. بصوا بقى يعني بجد متعة كده وانت شغالة فيه، وما بياخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. هنا حبيت اوريكم ان لو واحدة طلعت معوجة او مش مظبوطة تقدري تشيليها عادي بكل سهولة وتحطي بدلها، يعني مش مشكلة لو طلعت معاكي واحدة او اتنين مش مظبوطين. خلاص بقى كده اهوت انا هكمل بقى الكميه كلها كده مع نفسي بالطريقه دي، واوريكم بقى. بصوا الجمال ما شاء الله بجد طالع معايا جميل جدا وهش وخفيف وكميه ما شاء الله حلوه. طبعا النقشه بصوا زي ما انتم شايفين ثابته كده، البسكوته لا بتفرش ولا حاجه، هي بتزيد حجمها حاجه بسيطه لما بتخش الفرن. وده طبعا ده طبيعي لان بيبقى فيه زبده وبيض وبيكنج باودر. فما شاء الله بجد بسكوته ما فيهاش ولا غلطه، مع كوبايه بقى شاي او كوبايه شاي بلبن بجد والله العظيم. يعني فطار بقى او عشاء او كدهوت حاجه حلوه كده ما بين الوجبات بجد جميله جدا. بسكوتة هشة وخفيفة بجد ومش هتاخد معاكي اي وقت في التحضير، والمكونات بتاعتها بسيطة، وتقدري تستبدلي الزبدة بسمنة لو انتي حابة او مش متاح عندك الزبدة. بصوا ما شاء الله البسكوتة طالعه شاربه كدهوت الشاي كده وبتدوب على طول. وبصوا هنا حبيت اوريها لكم كمان وهي ما شاء الله يعني دايبه وشاربه كده من الشاي. بتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انتوا لسه اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.